خلاص حقك عليا، ما تزعليش حقك مني. عليا، انت اللي حقك عليا. بصي انت من هنا ورايح مفيش خروج سوق، ما تجيبيش حاجه من بعيد ولا تتعبي في الشمس، وفي البيت هتعيشي معززه مكرمه. انا ما عنديش استعداد اخسرك ولا حتى ازعل ابني. والسوق ان كان على السوق والطلبات، البنت اللي جوه دي تروح تجيب. نعم يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت كنت بتتصنطي. مش بصنت يا ماما، انا سمعتك وانا جايه. يعني ايه دي اللي تقعد هنا وانا ست هانم شيماء بحالها اطلع اروح السوق تبوظي برستيجي يا ماما؟ انا مش عارفه اقوم، مش عارفه اقوم. استني يا ماما، مش عارفه اقوم عشان اجيبك. تعالي اقفي جنبي يا ماما انا واقفه جنبك اهو يا ماما، اهدي ما تعصبيش نفسك. يا ماما انت يا شيماء هتفضلي في دراستك زي ما انت طبعا. وركزي في دراستك، وانا عادي يا ماما، انا مش متضايقه ان انا بجيب الحاجه، بالعكس ده انا ببقى مبسوطه جدا ان انا بعمل لك الاكل اللي انت بتحبيه وبنزل اجيب لك الحاجات اللي انت بتحبيها. انا مبسوطه بكده، وانت خليكي في دراستك يا شيماء، ما تقلقيش. اكيد طبعا يا حبيبتي هفضل في دراستي. واهم حاجه يا ماما، لا يا انتوا ماما. عارفين ان انا ما بحبش اعيد الكلام كتير. يا ماما في ايه؟ اللي اقول عليه يتنفذ. انت ما تخرجيش السوق تاني. طب تراعي يا وانت ماما. شايفه ايه اللي انت ما اقفي جنبي عشان ما تسكيش. يا ماما انا بنتك على فكره، مش بنت ضرتك. في ايه يا ماما بتعامليني ليه كده؟ خلاص السوق برستيجي يا ماما، هتروحي. برستيجي هيبوظ والله. طب اقوم يا شيماء. لا ما تقوميش، خلاص هروح السوق. اسمعي يا ندى، ماشي. من هنا ورايح يا حبيبتي، ما هو انت برضو زي بنتي بس ماشي. انا برضو بنتك من لحمك ودمك. ايوه يا حبيبتي، انت بنتي. ايوه انت بنتي حبيبتي. اللي نصفاني. يعني ما تجيش عليا. ايوه صح. ممكن يا ماما؟ حضرتك تؤمري بيه يا ماما، خلاص اللي بصي. انت عايزاه. ربنا يا بنتي يرضى عنك وما يأمرش عليك ظالم. اللي اقوله نفذيه. حاضر. خلاص قومي. يا بختك يا ست ندى. هذا اسمك يا ماما. تدعي لها كمان يا ماما. وبعدين بقى يا احمد، انت ما ينفعش تروح الشغل والدنيا هايجه في البيت كده. انا خايف على مراتي. ايوه امي ممكن تعمل فيها حاجه، قال لازم ارجع واحل الموضوع. ايه ده؟ هو انت رجعت من الشغل ليه يا احمد؟ في ايه؟ انت كويس؟ انا كويس يا امي، بس بصراحه كده ما قدرتش اروح الشغل والمشاكل دي في البيت. شكل ايه يا ابني؟ ما خلاص بقى خلصنا يا احمد. يا ندى الموضوع خلص يا احمد. ايه يا احمد؟ ايه ده؟ في ايه؟ رجعت يعني؟ ما هو بص بقى، انتوا كلكم على وش بعض. في الاول وفي الاخر انا يا امي اهم حاجه مصلحتك انت وصحتك. ربنا ما يحرمني منك يا ابني. وانا عارف ان ندى بتضايقك كتير وتعصبك كتير، فقررت ان انا اخدها ونأجر ونقعد بره. احسن برضو. اخلصي. خلاص يا ماما. احمد. لا 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 يا احمد، ما تسيبنيش. ندى انا مش صالحتك. يا احمد يا لا. ام انا فاهم، ما تقلقيش، كده هنيجي ونزورك ونبص عليكي، بس انا بعمل كل ده عشان مصلحتك انت. طب يا احمد انا عايزاك في كلمتين، معلش بعد اذنك يا ماما. طب ثواني يا ام. اهدي يا ماما اهدي. اقعدي يا ماما صحتك. بقولك اخرسي. خلاص يا ماما طيب. نعم يا ندى. يا احمد ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهمه حاجه، ليه بتقول كده؟ عشان خاطر اخلص من المشاكل دي. وانا برضو باجي عليك كتير، واختي اللي ايديها طويله دي ومش عايزه تبطل العاده اللي فيها دي. يا احمد بص، ماما اتغيرت معايا 360 درجه، انت ما تعرفش اللي حصل، وجت اعتذرت مني وقالت لي انا اسفه وحقك عليا، وعاملتني كانها ام بجد ليا. يعني الدنيا بقت تمام الحمد لله. وبالنسبه لاختك ان شاء الله ربنا يهديها، وانا مش مهم بالنسبه لي، بعدين انا مبسوطه هنا معاكم في وسطكم، مش عايزه انقل وابقى لوحدي بعيد، وانت على طول في الشغل، هم هنا مسليني واخدين بحسي واخده بحسهم. انت شايفه كده يعني؟ يا احمد مش عايزين انا نبعد عن مامتك. انا اللي عايز امشي على الشغل وانا مرتاح ومطمن. ما تقلقش والله، وحتى لو عملت فيا اكتر من كده انا راضيه زي امي يعني. ماشي يا ندى. ماشي. يا رب تكوني مبسوطه، يا رب تكوني مرتاحه ان اخوكي خلاص هيسيبنا ويروح. يا امي احمد خلاص يا احمد، خلاص هتسيبني وتمشي؟ وانت يا ندى